معايا ومعاكم النهاردة أحلى فيديو هتشوفوه بكل أسراره وتكاته هتعرفوه. يلا تعالوا شوفوا معايا دقيق العلامة التانية هنعمله ازاي. ايه هي العلامة التانية؟ هنعرف طبعا بمتابعة الفيديو. بتاخد سوائل قد ايه، ملحنا قد ايه، كل تكاتنا وتفاصيلنا هتعرفوها بمتابعة الفيديو. فلايك كده وشير ومتابعة يا حلوين. اللي ما اشتركش في القناة يشترك، ولايك وكومنتي. احلى متابعين واحلى مشاهدين لقناة ايمي والعائلة. يلا اتعرفوا معايا على سر من اسرار المخبوزات بتاعتنا، وايه هي بتكون العلامة التانية هنعرف دلوقتي مع بعض. نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا ايه حلوين، عندنا هنا 5 كيلو من الدقيق. نوع الدقيق طبعا اللي احنا استخدمناه بيكون فاخر فاخر ومن الاخر. بصوا بقى، في بعض البلدان بتقول العلامة التانية وفي بيقولوا فاخر. انا عن نفسي احنا بنقول فاخر. العلامة التانية دي اللي مش عارف، بتكون العلامة الأولانية الزيرو اللي هو الجلوتين بتاعه أقوى، وبيكون للمخبوزات اللي هي زي البطفور والغريبة والحاجات اللي هي بتحتاج جلوتين أقوى بكتير. أما العلامة التانية دي بقى بيكون الفاخر اللي احنا هنستخدمه النهاردة في الفيديو بتاعنا. جبنا بقى 5 كيلو من الدقيق، عليهم معلقتين كبار ونص من الملح، معلقتين كبار ونص كده هرميين من الملح. عرفنا بقى ال5 كيلو دقيق بياخدوا ملح قد ايه؟ حوالي معلقتين كبار ونص من الملح. وهنا بقى كوباية من المية الدافية، عليهم معلقة كبيرة من الخميرة البيرة، وعليهم معلقة من السكر. لو انت هتستخدمي الخميرة البيرة استخدمي معلقة كبيرة، هتستخدمي الفورية استخدمي 2 كيس من الفورية. هناخد بقى الخميرة بتاعتنا والمية الدافية والسكر ونقلبهم على بعض كده مع بعض اسفة ونقلبهم مع بعض ونركنهم على جنب حوالي 10 دقايق. وبعد كده نبتدي ان احنا ننخل الدقيق بتاعنا. لازم ننخل الدقيق بالمنخل عشان لو في اي حاجة حرصا يعني نطمن ونبقى ايه ماشيين في السليم. وبعد كده بعد ما ننخل الدقيق بتاعنا هننزل عليه بالخميرة اللي احنا سيبناها 10 دقايق على جنب. وطبعا هنكون مدفيين ميه دافيه جنب مننا. هنبتدي ان احنا نزود العجين بتاعنا، وانا مش هقدر بقى اقول لكم على كميه السوائل اللي احنا هنستخدمها لل5 كيلو دقيق عشان من دقيق لدقيق بيختلف. يعني من الاخر عايزه اقول لكم ان في دقيق بياخد نسبه سوائل كتير وفي دقيق لا. زي بالظبط كده العجين بيختلف تماما في الشتاء عن الصيف. في الشتاء لما تيجي تعجني العجين بياخد نسبة سوائل كتير عن الصيف. ليه بقى؟ لان الصيف بيكون حر، فبتبتدي ان انت تقللي نسبة السوائل في العجين شوية عشان ان يديكي في الاخر نتيجة افضل. فهمتوا بقى كده ازاي؟ يعني الخطوة اللي انتوا شايفينها دي بتعتمد على نظرك. وكده بوصل بقى لدرجة الليونة اللي هي كويسة تمام التمام، واللي هتديني نتيجة أفضل في نهاية الفيديو أو في أول الفيديو زي ما أنا موريها لكم كده. بصوا خلاص العجين بتاعي انا خدمته كويس جدا، ولازما ده شرط اساسي لا يكون فيه اي حاجة اي تكتلات من الدقيق. لازما العجين بتاعك يكون ملمسه ناعم زي تماما ما انت شايفة بالظبط كده. اقول لك ليه؟ عشان كل ما تعجني العجين كويس كل ما يديكي نتيجة افضل. لازما العجينة تتخدم كويس عشان في الاخر تديكي نتيجة تكوني راضية عنها. هنرش بقى رشة دقيق، ورشة الدقيق دي مهمة، ونغطيه ونركنه على جنب ونسيبه حوالي ساعتين لحد ما يختمر. هنا بقى انا رشيت المواعين بتاعتي ردة، وابتديت ان انا اقرصه او اقطعه زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزة الحجم الصغير ده. لو انت حابة بقى الحجم الكبير ده مش صغير يعني قوي، ده وسط. لو انت حابة حجم اكبر من كده يعني دي براحتك بقى، الكرة في ملعبك. انا هنا اخترت الوسط. هسيبه بقى ان هو يختمر للمرة التانية. يعني ده احنا بنسميها بقى ان هو يرفع حوالي كده نص ساعة او ساعة الا ربع عشان درجة البرودة. فبنسيبه حوالي ساعة الا ربع. بعد خلاص ما سيبنا العجين بتاعنا رفع او اختمر زي ما انا قلت لكم، هنبتدي ان احنا نولع الفرن. ولعنا الفرن بتاعنا لازم ان احنا نولع من تحت على درجة حرارة عالية جدا، ونسيب اللي هي الجناب واطية على ما اللي تحت تكون سخنت تماما. وبعدين نوطي تحت خالص
ونبتدي ان احنا نعلي الجنيه. وهنا بقى ننتقل لمرحلة تانية، وهي فرد العيش بتاعنا. هنبتدي ان احنا نفرد الرغيف زي ما انتوا شايفين كده. للأسف انا ما قدرتش ان انا اوريكم الخطوة دي لان الحامل بتاع التليفون انكسر. هقول لكم بقى على حاجة، لو انتوا حابين تشوفوا كل المراحل بتاعة العيش وكل الخطوات، في فيديو نازل على قناتي كنت مصوراه من زمان، وفي كل الخطوات بالتفصيل خطوة بخطوة. اتمنى ان انتوا تشوفوه، هيعجبكم جدا. ودي بتكون خطوة تانية اللي هي الخبز. زي ما انا قلت لكم، بنوكل العين التحتانية خالص ونعلي الجناب. ودي بتكون اخر بقى مرحلة خالص في تكوين مراحل اكتمال القمر. يلا بقى الفيديو بتاعي انتهى، اسيبكم على خير واشوفكم خير باذن الله.